المرحله الاخيره حضرتك انا جيت من حوالي كنت في امريكا ساعتها، عندي اصابه في العمود الفقري. لا قبل كده يا دكتور عصام، انا لان برضه دي نقطه محوريه، دي محطه من المحطات المهمه. لما انت خدت ثانويه عامه كنت مصمم انك تخش معهد التربيه. نعم. والله يا استاذ ابراهيم للاسف يعني انا في حاجات كتير يعني نتكلم فيها، بس انا كليه التربيه الرياضيه دي انا كان امنيه حياتي بعد الثانويه ان انا اخش كليه التربيه الرياضيه. لان انا كان ليا واحد بيدربني كان اسمه الحاج عبد اللطيف ابراهيم. ده كان شيخ المدربين في مصر يعني، وكان مدرب الاهلي ومنتخب مصر يعني. والراجل ده دربني يعني، وكان الراجل ده بالنسبه لي كل حاجه، قدوه ومثال. فانا كنت عايز ابقى زيه يعني، عايز ابقى زيه مدرب. فكان امنيه حياتي اخش كليه التربيه الرياضيه. انا حضرتك دخلت الكليه وعملت الاختبارات، وانا برجل واحده انا كسبت ناس اسوياء في الاختبارات، في الجري والبتاع ومش عارف. بس لما جينا ساعتها قال لي ممكن بقى عايزين نشوف اللي هو الكشف الطبي بقى. كويس. وقلعت ولابس شورت، فشاف رجليا 2 مخاصمين بعضيهم، قال لك لا الراجل ده ما يخشش يعني. وطبعا دي كانت بالنسبه لي صدمه يعني. كويس. لكن هنا للاسف احنا كمعوقين احنا مهمشين يعني. هي قبل ما نقول مهمشين، احنا يعني انا اسف في الكلمه، احنا متخلفين. نعم. احنا متخلفين. انا بطلع واحد، انا النهارده اللي يهمني هذا الرجل. هو انا النهارده لما يبقى النهارده، طب ما انا ممكن اجيب واحد بيعمل كل الاختبارات دي صح، بس لا يمكن هيبقى مدرب صح او معلم صح. نعم. او بتاع صح. نعم. انما احنا للاسف نكمل عشان انت هتروح، ما انت عملت النقيض بتاعها، او انت رديت على ده بحاجه ثانيه. نعم. نعم. فانا حضرتك انا لما قال لي كده طبعا انا يعني احبطت يعني، بس انا دايما يعني ايه يعني انا بؤمن ان ايه كل شيء اسمه نصيب، ولو لي اي حاجه ربنا هيكرمني. تعمل اللي عليك والباقي بتاعك. بالظبط كده يعني. انا حضرتك بعد كده دخلت كليه تجاره، واخدت بكالوريوس تجاره، واشتغلت سنه في بنك يعني. وكنت ساعتها مع منتخب مصر وكده يعني. في الفتره دي انا كنت بسافر مع منتخب مصر، وقابلت المدرب ده كان معجب بيا جدا يعني. انا كنت بلعب حوالي 4 لعبات، وكنت الحمد لله يعني كل لعبه انا كنت متفوق فيهم على مستوى العالم يعني. فالراجل ده عرض عليا يعني ان انا اروح امريكا يعني. وكنت متردد في الاول يعني. انا احب مصر جدا ووطني جدا جدا، واصحابي كانوا يقولوا لي ايه هتسيب الكشري والناصيه والوقفه والحاجات ديت يعني. فاكتر من مره اقول لا انا مش هسافر يعني. ففي سنه من السنين انا حاولت خلاص يعني موقف كده، وقلت خلاص قررت ان انا اسافر يعني. فسافرت امريكا يعني. سافرت امريكا حضرتك، انا رحت اول 6 شهور كنت قاعد مع المدرب دوت، باكل واشرب وانام واتدرب يعني. ودخلت بطوله هناك واخدت 3 ميداليات ذهب. وبعد كده هخش بقى مع منتخب امريكا، العب مع منتخب امريكا. فقال لك القانون الدولي لازم اقعد 4 سنين ما العبش مع منتخب مصر عشان العب مع منتخب امريكا. فال4 سنين دول انا هقعد فيهم فاضي يعني، ما فيش اي حاجه يعني. فابتديت قلت خلاص، انا قلت للمدرب انا لازم اشتغل يعني، لازم اشوف اي حاجه اعمل فيها اي حاجه يعني. فابتديت اشتغل يعني. انا كنت فاكر طبعا ايه، انا معايا شهاده، معايا بكالوريوس هشتغل بيه. أيوة. محاسب وكده يعني. قال لك اركع على جنب هنا. بالظبط كده. طبعا الشهادات بتاعتنا لها قيمه هناك يعني. فاشتغلت انا ساعتها، اشتغلت في المطاعم، اشتغلت في اللي هو اشيل طوب، اكسر بيوت، حاجات كلها مجهود بدني كلها. فلقيت نفسي بصراحه انا تعبت يعني قعدت سنه يعني. اقول لحضرتك انا كنت ببكي مثلا كل يوم يعني مثلا اكلم اهلي وبتاع انت عامل ايه، انا تمام بس انا مش مبسوط. كويس. ولقيت ان هو في ناس يعني بره في امريكا، هي امريكا ممكن الواحد يتبهدل يعني، مش سهل، الغربه مش سهله يعني. فجيت رحت رايح للمدرب قلت له بصراحه انا مش هقدر اعمل كده يعني. فقال لي يعني طب ما تدرس. قلت له خلاص انا عايز يعني اخش الجامعه يعني. فكنت فاكر ان انا ايه طبعا زي مصر مش هقدر اخش كليه التربيه الرياضيه يعني. فبقول لي انت بتحب تدرس ايه يعني؟ فبقول له انا ممكن اختار. قال لي فبقول له ممكن اختار اي كليه؟ قال لي انت عمال تامن لنفسك. انا لان انا يعني مش عايز اتصدم تاني يعني. بالظبط كده. قال لي انت ممكن تخش. فبقول له ممكن اخش كليه التربيه الرياضيه؟ قال لي ممكن. انا مش مصدق. ورحت رايح، ورحت المدرب بتاعي ساعتها الراجل ده كان لاعب في الNBA كرة سلة، كان راجل محترف، وكان ماسك ساعتها اللي هو رئيس اللجنة الرياضية في الجامعة اللي أنا فيها دي حضرتك. وبعد كده قدمت في الجامعة ودخلت، وتعبت في الأول طبعا، اللغة كانت بالنسبة لي صعبة. وذاكرت وبقيت أجاهد يعني، كل هدفي إن أنا أخلص يعني.
ربنا كرمني، خلصت، كان تقدير امتياز، كنت من الاول على الدفعه كويس. ادوني منحه اعمل ماجستير، وانا بعمل ماجستير اشتغلت في الجامعه زي معيد هنا كويس. وبعد ما خلصت الماجستير برضك نفس النظام، راحوا جم مديني منحه اعمل دكتوراه. خلصت الدكتوراه، انا خلصت الدكتوراه في 99. انا ما لعبتش رياضه من بالظبط من 93 لغايه 99. انا كنت مركز 6 سنين دراسه. 6 سنين دراسه. مركز بس ان انا اذاكر يعني، وتعبت جدا. دي الشهاده دي الشهاده بتاعت الدكتوراه حضرتك. نعم. وخلصت الدكتوراه، وبعد ما خلصت الدكتوراه انا جه اللي هو المدرب دوت قال لي لو تقدر ما تيجي تحاول تخش في منتخب امريكا وكده. فانا قلت له انا ما دخلتش بطولات من 93 لغايه دلوقتي يعني. فراح قال لي يعني انت هتجرب، عملتها. انت زعلان ليه يعني؟ فرحت حضرتك انا والمدرب دوت ودخلت التصفيات، كانت بطوله امريكا وكسبت وكسرت الرقم يعني، وعملت منتخب امريكا وسافرت معاهم. اول بطوله عالم كانت في 99 1999 بعد ما خلصت الدكتوراه على طول. رحنا هناك وكسبت ذهب يعني. وكسرت الرقم بتاعهم. بسم الله ما شاء الله. نعم. ورجعت بقى بعد كده، قعدت لعبت مع منتخب امريكا، ورحت معاهم الاولمبياد بتاعت سيدني. ورجعت من الاولمبياد، كرمني كلينتون، رحت البيت الابيض مرتين. قعدت العب معاهم لغايه 2004. 2004 رحت بردك الاولمبياد معاهم في اليونان، ورجعت من اليونان وكرمني جورج دبليو بوش. وبعد كده بقى بطلت انا في 2006 يعني. في 2006 حصلت لي الاصابه ديت، كنت بقول لحضرتك اللي هي المرحله الاخيره ديت، وانا بعمل العمليه. دي انت مع كلينتون هنا اهو. دي مع كلينتون. ودي في البيت الابيض مع بوش. ولو حضرتك لاحظ هنا كل دول ابطال على فكره معوقين اسوياء مع بعض. ده الراجل اللي هو اخدني، ده الراجل ده لعب في الام بي اي اسمه كيندل ستيفنز. ده المدرب اللي هو المدرب الامريكي ده. على فكره ده توفى، وقبل ما توفى حتى يعني كانت وصيته ان انا اتكلم في الجنازه بتاعته، ابقى انا اللي هو المتحدث الرسمي في اللي هتتكلم اللي هتقول الكلمه. نعم. ودول برضك ابطال عالم، دول اسوياء حضرتك في العاب القوه. انتوا في التكريم ما بيبقاش في حاجه اسمها يعني بص حضرتك الصوره ديت انت هتلاقي، بص انا لابس نفس الترنج اللي هو لابسه السوي. كويس. هنا في مصر بيبقى فيه تفرقه يعني، انت راجل معوق يبقى انت رجل بيجامه ولا اي حاجه. نعم نعم نعم. فاكر رجل بيجامه ولا لسه؟ نعم نعم. دي انا مع منتخب مصر في السول 88. نعم. ودي انا حضرتك انا عملت في حياتي كلها 14 ميداليه بين ذهب وفضه. كويس. ودي مع جورج دبليو بوش في البيت الابيض يعني. وكرمني هو على فكره برضه، كتب لي جواب كده، جواب شكر وكده، وكان يعني جواب اعتزاز. بيقول ايه فيه؟ كان ايه يعني بيشكرني ان انا مثلت امريكا وعملت انجازات في امريكا ونشكرك على هذا. اهتمامهم، بيهتموا كل واحد يعمل اي حاجه. استاذ ابراهيم بص، اهتمام منظومه كلها من اولها لاخرها. مفيش حد بيحيد عنها. بص انا شفت حضرتك قبل ما اخش عليك وانت بتتكلم، احنا هنا في مصر محتاجين ثقافه، في ثقافه مجتمع، سلوكياتنا. كويس. للاسف احنا مش فاهمين الديمقراطيه. صح. مش فاهمين الحريه. الديمقراطيه مش هي ان انا اتعدي على حد او بلطجه او كده يعني. المفروض انا احترم الراي والراي الاخر يعني. بس احنا لسه يعني ايه، لسه مرحله نتعلم اللي هو الاساسيات اللي هي بتاعت الديمقراطيه والحريه وكده يعني. فربنا يهدينا ويهدي الجميع يعني. عزيز ويسا بيقول الاستاذ ابراهيم كل سنه وحضرتك طيب، وتحيه لضيفك الجميل البطل الدكتور عصام. وعندي سؤال للضيف الكريم، هل لديك افكار عمليه يمكن تطبيقها في مؤسساتنا التربويه لنصنع ابطال في مدارسنا وننتقل من مرحله الورق والخطط الى مرحله الواقع وتحقيق الاهداف والبطولات؟ ده سؤال مهم جدا يعني، سؤال كويس جدا يعني. حضرتك انت التعليم هنا في مصر مبني على الحفظ والتلقين. كويس. ودي للاسف يعني ايه، دي مش كويس بالنسبه لنا يعني. لان ممكن تلاقي واحد بيجيب 98 99% ويخش كليه الطب هو بيحفظ، فهو خرج من كليه الطب يعني بره غير كده يعني. كله معمول على الابحاث علميه. بص يا دكتور عصام، اتفضل حضرتك. احنا البلد الوحيد اللي فيها بتطبق منهج الحفظ والتلقين في العالم احنا. نعم. كل العالم تحول من سنين طويله الى البحث والمعرفه. نعم. مفيش حاجه اسمها حفظ وتلقين. نعم. اصرارنا على ان احنا حفظ وتلقين، ايه السبب؟ السبب حضرتك حط علامه استفهام بقى. نعم.
لا ما انت ما تعرفش السبب. هل يعني طب ما انا الحكايه دي انا من 10 سنين دخلت عشان اغير المناهج قلت هجمع مليون توقيع. كنت انا اول من اطلق في حكايه المليونيه دي، قلت مليون توقيع، وعملت استماره كنت رئيس تحرير الاهرام الرياضي، وعملت استماره وزعتها مع المجله عشان اجمع توقعات عشان نغير المناهج. لان انا بقرا ان مناهج الحفظ والتلقين مناهج غبيه ومتخلفه وما تفيدش الطفل ولا الطالب بتاعي والشاب بتاعي، وفي نفس الوقت بتعوقه على انه يمارس اي نشاط اخر الا الورد العمليه التعليميه. انما يبدو انه كان ده مطلوب. ويبدو انه ما زال مطلوب. عشان نكون بنتكلم بصراحه. فزي ما حضرتك تفضلت قلت المناهج التعليميه عايزه تتغير. والحاجه الثانيه كمان برضك الرياضه في المدارس يا استاذ ابراهيم. للاسف احنا يعني احنا شلنا الرياضه من المدارس ازاي؟ جينا بقرارات قلنا ده المدارس قليله وناخد الملاعب نعملها فصول. هذا الفكر الذي اوحى للمسؤول بهذا الفكر هو ده اللي اوحى ليه ده هو ده اللي لازم ندور عليه ونمسكه اذا كان عايش او ميت، لان هو ده اللي حرم مصر من اجيال قويه. وحرم مصر من مواهب رياضيه. وحرم مصر من كل حاجه. لان انا مش لغيت الرياضه بس، انا لغيت كل وسائل التربيه، المزيكا والشعر والادب والرسم وكل الحاجات. فدي كانت كلها حاجات مدروسه، بنعمل عمليه تدريف لمجتمع عبر سنين طويله من عمرنا. انا اقول لحضرتك انا عملت بحث. احنا عايزين نعمل ايه؟ خلينا سيبك من اللي فات دلوقتي. نعمل ايه ردا على الرساله؟ والله احنا ممكن نعمل حاجات كتير جدا. يعني احنا لازم نغير نظام التعليم بتاعنا في مصر هنا. يعني التعليم لازم نبدا اولا، لازم نهتم بالطفل وهو صغير كويس. ولازم حضرتك احنا لازم ناخد خطوه. يعني احنا للاسف اللي هو بياخد القرار بيبقى فرد واحد، المفروض هو بيبقى في مجموعه من كل حاجه. لكن حضرتك ساعات انت بتلاقي مثلا انا لو انا استاذ دكتور في التربيه الرياضيه، في ناس ما تحترمش استاذ دكتور في كليه التربيه الرياضيه. يعني هو ممكن يكون راجل سياسي، الراجل السياسي مثلا ممكن يكون راجل في اي مجال، ممكن يكون راجل بتاع اقتصاد ويبقى ماسك وزير الشباب والرياضه. طب الراجل ده لو بتاع اقتصاد ازاي هو هيفهم في الشباب والرياضه؟ فنرجع اللي هو المفروض نحط راجل مناسب في المكان المناسب عشان يقدر يحط قرارات سليمه يعني.